السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بإذن الله أكمل معاكم باقي سينيالي دي بريكولو. المرة اللي فاتت وقفنا عند السينيالي دي لا كروشي دي سانت أندريا اللي هو ده. بس احنا النهاردة نكمل ده سينيالي مهم جدا، بيبقى موجود برضو عند الباساجيا ليفيلو اللي هو التقاطع اللي هو قبل ما تعدي أي طريق قطر. بيقول لك اسمهم البانيلي ديستانسيومتريشي. I pannelli distanziometrici sono posti prima di un qualsiasi tipo di passaggio a livello، موجودين أي قبل تقاطع محطة قطر. آه، بيبقوا موجود 150 متر على 150 متر أو 100 متر أو 50 متر قبل الترافيرسامنتو مع الترافيرسامنتو فيروفياريو، قبل تقاطعك مع أي قطر هيعدي. ليه بقى يا شباب؟ لو خدت بالكم الثلاث شرط دول بيبقوا موجودين قبل 150 متر، وبعدين دول قبل 100 متر من التقاطع، ودول قبل 50 متر من التقاطع. معنى كده ان الثلاثه دول بيبقوا موجودين قبل الانكروش بتاع مين؟ ده بتاع سان اندريا. ده مهم جدا لان بيجوا في السؤال يقول لك موجودين بعده او موجودين ان كورسبوندنسا، يعني في نفس الوقت اللي موجود فيه. لا ده موجود في نفس الوقت ولا ده موجود في نفس الوقت، اللي موجودين 150 متر قبل الانكروش نفسه بتاع سان اندريا اللي موجود فيه، اللي انت هتتقاطع فيه مع مين؟ مع قطار. بس هو ده اللي بيخص السينيال ده، فبينبهك ان انت في 150 متر قطر هيجي، 100 متر قطر هيجي، 50 متر قدامك محطة تقاطعك مع قطر هيعدي. بس بعد كده السينيال رقم 14 اسمه الترافيرسامنتو ترانفياريو، اللي هو ده اللي هو تقاطعك مع قطر جوه منطقة سكنية او خارج منطقة سكنية، لكن قطار من غير اي سيمافور، ما بيبقاش فيه سيمافور بيقول لك ان في اقف، في لمبه حمراء، في تقاطع قطر موجود عندك، مش السيناريو اللي احنا شايفينهم. لا السيناريو دي كروشي دي سانت اندريا ولا اي سيناريو من اللي احنا شفناهم بتوع القطور. بس بيقول لك بريسينيالا فوري e dentro i centri abitati una linea tranviaria non regolata da semaforo، يبقى مش ريجولاتا خالص، بيقول لك ان فيها بتقاطع مع قطر هيبقى معاك او ترام، بس مش ريجولاتا بسيمافور. السيمافور مفيش سيمافور ومفيش اشاره مرور بتنظم الدنيا. فانت لازم اللي تنظم الدنيا مع مع التقاطعك مع القطر. ده دايما بيجي لك فيه مثلا بيقول لك essa riduce lo spazio utile per la circolazione di veicoli. وبيقول لك الكوندوشنت deve porre maggiore attenzione per non intralciare la marcia del tram. لازم تاخد بالك ويبقى عندك انت حذر ان انت تدي سباتيو جاهز للسيركولاسيون دي فيكولي، ما نتسارعش على الطريق. ده واحد. تاني حاجه، لان بيقول لك السباتيو هيقل في قياده السيارات. السيركولاسيون بتاع فيكولي اللي هي قياده السيارات هيبقى فيه هيبقى فيه سباتيو اقل. الكوندوشنت السائق او قائد السياره لازم ياخد اقصى حذر ليه عشان ما يعوقش حركه الترام، لان الاهم هي حركه الترام اللي انت بتتقاطع معاه. امبريزنسا دي السينيالي ده مهم جدا يا شباب، لان بتحصل فيه اخطاء كتير جدا. السينيالي ده فيه كلام ورغي كتير. بصوا قد ايه، طبعا عشان ما بقدرش اقرا من الكمبيوتر من الكتاب كويس، بقرا من الكمبيوتر. بيقول لك سوبوسور باساري. السينيالي ده طبعا اخدنا السورباسو اللي هو ناخد تجاوز او تقاطع، ان احنا تجاوز او نعمل غرزه نتجاوز من العربيه، ممنوع اديسترا. لكن ده من الميكازي من الحالات اللي ينفع تعمل سورباسو للترام اديسترا. امتى بقى؟ Si può sorpassare a destra il tram in marcia se vi è lo spazio necessario. لو انت في سباتيو جاهز يسمح ان انت تعمل سورباس وتتجاوز من على اليمين، عدي من على اليمين. Si può sorpassare a destra il tram fermo al centro della strada per la salita e discesa di passeggeri. السؤال ده بيغلط فيه كل الناس، يعني ده من الاسئله كنت بغلط فيها انا اصلا في رخص زمان، اللي هو بيقول لك انت ممكن تعمل سورباسو اديسترا من على اليمين من الترام اللي واقف ينزل ناس. ينفع لان هو واقف اصلا بينزل ناس. وفي حته بيقول لك دايما لو موجود حاجه اسمها السالفاجنت، بتلاقوا في نص الطريق كده في حتتين بيبقوا اوقات حديد واوقات بيبقوا بلاستيك واوقات بيبقوا مرفوعين حتى مصبوبين، بيبقوا فاضيين كده حته مربعين كده، الناس بتنزل بتقف عليهم عشان تستنى الترام.
الحتتين دول مهمين جدا لطلوع ونزول الناس، وبيأمنوهم ان انت لو الترام واقف وعدى وقت مستني الناس، عدي الترام عادي جدا من على اليمين، لانه بيأمن الناس مش تخبط فيهم. فبيقول لك si può sorpassare a destra من ناحيه اليمين il tram fermo al centro della strada per la salita e discesa di passeggeri. Ok, dei passeggeri. Solo se esiste l'apposito salvagente. بس في حاله انه يكون السالفاجنت اللي قلت لكم عليه ده موجود، اللي هو حته الرصيف المرفوعه الصغيره اللي الناس واقفه عليها. انما الناس واقفه ما ينفعش ايه تعمل عليهم سورباس خالص من غير سالفاجنت، لو هم واقفين من غير ايه بيركبوا الطريق الترام. Si deve fare attenzione agli eventuali pedoni presenti alla fermata del tram. تاخد بالك طبعا من الناس اللي واقفه مستنيه ايه الترام. Bisogna fare attenzione alla possibile diminuzione di aderenze delle ruote del veicolo se si frena sui binari. خلي بالك من درجة ضغط وتوازن العجل بتاعك لو انت هتفرمل على البيناري، هتفرمل على البيناريو بتاع القطر اللي هو الحديد اللي هو بتمشي عليه القطر، لان العربيه ممكن ضغطها مش هيبقى مظبوط، ضغط العجل لانه على حديد مش على اسفلت، ممكن تتزحلق في حاجات كتير جدا، اسباب كتير لازم تاخد بالك اصلا ايه جدا جدا من سرعتك ومن الفرامل عليه. Occorre tenere presente che il tram necessita di una distanza di arresto maggiore di quella degli veicoli. مساحة الترام لازم بيبقى في عندك انت مساحة الترام مختلفة عن المساحة العادية بتاعت العربيات، ولازم يقف في مكان الريستو بتاعه يكون الوقفة بتاعته مختلف، فلازم اخد بالي من مساحته وحجمه ووقفته وانا بعمل سورباس او انا بعدي من جنبه او بتعامل معاه في انكروشو زي ده جدا. بيجي بعد كده السيناريو اللي بعده اسمه اترافيرسامنتو بيدونالي، اللي هو اسهل مما يتخيلوا. السيناريو اللي جايين دول جاهزين جدا بس فيهم رغي كتير. اللي هو ده السيناريو ده اترافيرسامنتو بيدونالي، اللي هو الناس اللي بتعدي عليه تقطع الطريق. كله كلام. السيناريو برضو التاني بتاع بس خلينا واحد خلينا في السيناريو ده اترافيرسامنتو بيدونالي. بقول لك طبعا un segnale di pericolo che preannuncia، ده سينيال دي بيريكولو بيعمل لك ان انت على بعد 150 متر في بيدوني هتعدي الطريق. البيدوني دول بقى نعمل ايه؟ بيزونيا رالنتاري، لازم نهدي. per essere pronti ad arrestare، عشان نقف. يبقى مش بيزونيا ارستا، مش لازم نقف. يعني ده السؤال اللي بيغلط الناس، مش لازم نعمل ستوب. عشان ايه؟ عشان في اترافيرسامنتو بيدونالي. لو في اترافيرسامنتو بيدونالي موجود وما فيش حد بيعدي اصلا، اقف ليه؟ لو في سيمافور لازم اقف طبعا عشان يعدي الناس ايا كان. طب لو ما فيش سيمافور وما فيش الوان بتنور، ده ليكم اصلا. انا ما اقفش، اخد بالي على يمين الطريق وعلى شمال الطريق حد هيعدي ولا لا. لو في اي حد هيعدي او حتى واقف على الرصيف لسه هيحط رجله ومش هيعدي، لازم اهدي واقف له عشان يعدي. تمام؟ لكن ما ينفعش اجري عشان اعديه. فكده انا ما ايه، وانا هقول لكم ده حاجه بس عموما لو الطريق فاضي وما فيش حد بيعدي مش لازم اعمل ايه الريستارس اللي هو يعمل ستوب، مش لازم تقف. يبقى بيزونيا ايه؟ بيزونيا رالنتاري، تهدي. بريسري برونتو عشان تبقى جاهز. ادار ريستارس انك تقف. سيتشي سونو في حاله وجود بيدوني، ناس هتعدي بيدوني اللي هم المشاة che attraversano la carreggiata اللي يعدوا الطريق. الكونديشنتو ديفي dare la precedenza ai pedoni che attraversamento sulla striscia، لازم تديهم لا بريشيدنس، لهم الاسبقيه تماما الناس اللي هتعدي الطريق. Non è consentito il sorpasso ai veicoli che rallentano o si fermano per fare attraversare i pedoni e si deve fare attenzione e non tamponarli. يعني ايه؟ اول حاجه non è consentito il sorpassare، ما ينفعش تعمل تجاوز او تعمل غرز. لمين؟ للفييكول، العربيات او السيارات اللي واقفه عشان تعدي ناس. دي حاجه ما ينفعش ان انت هم واقفين عشان يعدوا ناس فيرمانو باترافيرساري بيدوني، ولازم اخد اتنسيون جامد جدا حذري. نون تامبونار، لان حتى وانا بقرب منهم ما اخبطش فيهم. نون سي ديفي افيتواري سوستا او فيرماتا سوبرا الاستريش. السؤال ده بيلخبط ناس. واحد يقول لك ممكن سبوفاري لا فيرماتا، يبقى انا ايه؟ اقعد في العربيه
وابقى في العربيه بتاعتي ومستني جوه العربيه يعمل فرمات، غلط. على المارشا بيد، على الترافيرسامنتو على سكوزات، على الترافيرسامنتو بيدونالي. سوسته طبعا مستحيل، الناس ما هتفكر طبعا سوسته يعني اركن العربيه وامشي. عشان كده دايما بتلاقي العربيه جايه متكلبشه في مصر وفي اي حته في العالم. لكن ان انا اقعد في العربيه واقف على الترافيرسامنتو بيدونالي، حتى ممنوع انك تقعد جوه العربيه وتقف ايه تستنى عليه. زي ما قلت لكم هو في كلام كتير، هو كله شرح اصلا. qualora non si dia la precedenza ai pedoni che attraversa. في اي حاله ان انت ما اديتش بريشيدنس اي بيدوني، بتعمل ريسك ان انت ينزل لك بونتي دالا باتنت. هو ما فيهوش ريسك ان يسحب منك الرخصه، لا قدر الله خبطت حد ده في مصيبه يعني. لكن ان انت ما تديهمش لا بريشيدنس لازم تسحب منك نقط من الرخصه، ده ما فيش فيه كلام. السينيال اللي بعده، السؤال ده بيلخبط الناس. بيقول لك non è vero che posto in corrispondenza di attraversamento pedonale ma come detto 150 metri prima. يعني ايه؟ يعني بيقول لك non è vero che posto in corrispondenza يعني في حالة في التوافق، في نفس الكورسبوندنس، الاجتماع متجمع في نفس المكان. يعني مش يقول لك انا استون كورسبوندنسا دلوقتي مع الترابيزه دي، يعني نفس الايه، في نفس مجتمع معاه. ما ينفعش ان هو يكون كورسبوندنسا مع الترافيرسامنتو بيدونال، يعني ما ينفعش يتحط فوق الترافيرسامنتو بيدونال، لازم قبلها ب 150 متر عشان يحذرك ان في الترافيرسامنتو بيدونال في ايه، معبر مشاة. بعد كده بيقول لك الترافيرسامنتو شيكلابل، ده عبور دراجات، نفس الكلام اللي اتقال في الاولاني بيتقال في الثاني، بس الفرق ان ده عبور دراجات مش عبور ايه، مش عبور مشاة. بيقول لك bisogna moderare la velocità in modo da non costituire pericolo per la sicurezza dei ciclisti ed essere pronto ad arrestarsi se necessario per dare la precedenza ai ciclisti che attraversano. se necessario، دايما لو من الضروري ان انا اقف، دايما بهدي، لو من الضروري اقف بقف بهدي، هو عدى بعدي، بيبقى العربيه مش لازم ايه تعمل ستوب. السؤال ده بيلخبط كل الناس، بيلخبط حتى الناس الشاطره، فهو مش لازم تقف. نفس الكلام اللي اتقال في ترافيرسامنتو بيدونال هتلاقيه بالنص، بتقول لك نون سي دي افيتواري سوستا او فيرماتا، مش لازم اقف ولا جرش حتى مؤقتا. مش موجود نون فيريو كي بوستو ان كورسبوندنسا في نفس المكان اللي فيه السينياله، النفس فيه عبور الشيكليستي، لا هو بيبقى قبليه 150 متر بس. فهو ما فيهوش ان انت تتلخبط فيه خالص. بس ده اللي موجود في ايه، في سينيال شرحناهم النهارده. ان شاء الله باذن الله كان معاكم بقيه السينيالي. معلش بنحاول بقدر الامكان نقلل الفيديوهات، بتخش في 10 و15 دقيقه. عشان ايه؟ عشان ما نطولش عليكم. برضو مهم جدا ان انتوا تحلوا اسئله، موجودين طبعا على الصفحه زي ما قلت لكم. اسهل طريقه لتعلم الرخصه الايطاليه مع احمد العقباوي، وهيبقى مع استاذه ياسمين ان شاء الله حميدو، وهتحل معاكم وهتتابع معاكم ان شاء الله على الصفحه اللي موجوده على الفيسبوك، واللينك زي ما قلت لكم موجود في الفيديوهات القديمه، واسيب لكم برده في الفيديو ده. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين.